لما تلعب تمرين سنجل ارم طبعا انت مفكر ان المفروض ما تريحش وتدخل اليمين بعد الشمال على طول. معظم الناس بتعمل كده، عندك حق، لان المفروض ان انت دلوقتي وانت بتلعب بالايد اليمين مثلا الشمال مريحه او العضله الشمال مريحه، لكن الجهاز العصبي، لان الجهاز العصبي المركزي بتاعك هو كان شغال وعامل مجهود فعلا في الوقت اللي انت كنت بتلعب فيه مثلا وليكن اليمين، فبالتالي لما تيجي تلعب الشمال لازم تريح عشان تريح الجهاز العصبي مش العضلات، لان المخ بيكون لسه مركز في الحركه او في التكنيك اللي بتعمله، بالاخص لو التمرين ده كومباوند او تمرين تقيل شويه زي مثلا وان ارم دمبل رو او سنجل لات بول داون او الحاجات الصعبه دي. فبالتالي لازم تدي وقت راحه للجهاز العصبي بتاعك بين المجموعه اللي لعبتها يمين واللي هتلعبها شمال او العكس. بس حتى لو هتدي وقت راحه اقل من الوقت اللي بتاخده بين المجاميع، ممكن تاخد من 30 ل 45 ثانيه، كافي انك تريح الجهاز العصبي بتاعك بس كده. واخيرا، مش كل حاجه عضلات، في حاجات تانية كتير لازم تركز عليها وتاخد بالك منها في جسمك، مش العضلات بس. ولو عايز فيديو